السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل ميني تشيز كنافة، لا هنعمل مكشوفة ولا مكشوفة ولا اي حاجة من الترندات ديت. هنبدأ ان احنا نجيب الصينية بتاعتنا متحركة، او لو صينية سيليكون بس هي اي حاجة تسهل عليكي ان انت تخرجي الكنافة بعد كده من الصينية بتاعتها. طبعًا الكنافة عندي متحمّرة، باحب أحمّر كنافة على طول تخلص وأحمّر غيرها وأسيبها كده على الرخامة في علبة محكمة، وقت ما أحب أعمل الكنافة بأي طعم بأي حشوة بأي حاجة، ألاقي الكنافة جاهزة عندي. بافضّلها كتير جدًا عن إن أنا أسويها هي كده في قلب صينية، باحب دايمًا أحمّرها. والجديد إن أنا باحمّر جلاش برضه كده، أكسّره وأحمّره وأسيبه برضه بناكل فيه كده نقنقة أكنها تسالي. هابدأ إن أنا أجيب الصينية المتحركة بتاعتي وهاحط فيها الكنافة. طبعًا الكنافة دي أنا ساقياها بشربات بس يعني مزودة شوية عشان خاطر إن أنا عايزة أعمل قاعدة متماسكة، آمم عشان أقدر إن أنا أخرّجها بعد كده من القالب بتاعها. هاسيبها بقى على جنب شوية. طبعًا هي عادي قاعدة متحركة بتقدري أنتِ تحركيها. لو عندِك اللي هو القالب السيليكون اعملي فيه القالب السيليكون، تقدري برضه تخرّجي منه الكنافة بتاعتِك. هاركنها على جنب وابتدي إن أنا أعمل الطبقة التانية اللي هي بتاعة الكريمة. هاجيب كوبايتين ونُص من المَيّة وحطيت فيهم معلقتين سكر ودوبتهم في المَيّة كويس جدًا، طبعًا والمَيّة مثلجة. هاحط بقى كوباية من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من الكريم باستري بيدّي له طعم حلو جدًا، وهاخفقهم كويس جدًا مع بعض. ولمّا يتماسكوا هاحط بقى عليها الكريمة، وأنا جايبة جبنة كريمي سوري، جبنة أنا جايباها عادي مش ماركة معيّنة، جايباها جبنة سايبة كده من السوبر ماركت بس من غير أي طعم، جبنة كريمي بالقشطة، تمام؟ وابتدي إن أنا أحطها عليها، هي قليلة بس مش مشكلة خالص، أنا كل اللي يهمني طبقة الكريمة تكون متماسكة، بس أنا حاططها كده اللي هي تدّي طعم وخلاص يعني. وطبعًا أنا هاعمل كمية كبيرة من الكنافة، فأنتِ هتقدري تعملي نُص المقدار كريمة، يعني ما تعمليش الكريمة دي كلها لإنه هيفيض منِّك كتير. لو أنتِ هتعملي الصينية بس، هي الصينية ديّة 24 قطعة، فدي تعمل لِك 3 صواني، يعني مقدار الكريم ده يعمل لِك 3 صواني من الكريمة، من الكنافة يعني. بعد كده معايا 3 معالق كبار من الجيلاتين البودر وعليهم ربع كوباية من المَيّة الساخنة. هابتدي إن أنا أقلبهم كويس جدًا وأصفّيهم علشان خاطر لو فيهم أي تكتلات، وبعد كده هاضرب الخليط ده تاني مع بعض. طبعًا الحاجات الmini دي باحبها إن هي بتنفع في العزومات والحفلات، وإن أنتِ تاخديها هدايا بصراحة بتبقى شكلها شيك جدًا. طبعًا أنتِ ممكن تخلّي الكريم سايل عن كده وتفضّيه عادي، بس أنا بصراحة كنت حابة إن أنا أخلّيه سايل أحسن، هيتفرد معاكِ أسرع. بس حصل خير يعني. هابتدي بقى إن أنا أحاول أسويه كده، وبعدين حسيت إن الكريمة قليلة، بعد كده رُحت مزوّدة كريمة تاني. دخّلتها طبعًا التلاجة، هادخّلها التلاجة لمّا تخرج من التلاجة هابتدي إن أنا أحط عليها صوصات. طبعًا دي مش محتاجة يعني منكم كتير إن أنا أشرحها لكم. ده صوص فراولة كنت عاملاه على البوتاجاز وحاطة فيه قطع فراولة، وطبعًا ده صوص مانجا جايباه جاهز وحاطة عليه قطع مانجا، وطبعًا النوتيلا واللوتس أنا باخففهم كده بزيت على البارد، وأبدأ إن أنا أصُب على القبّات من فوق. وطبعًا الflavor يرجع لِك أنتِ، أي طعم أنتِ تحبي تحطيه يعني تحطيه عادي. طبعًا باحط على النوتيلا بندق، واللوتس حطيت عليه عين جمل، عملت كده وردات من من عجينة السكر وحطيتها على اللي هي بالمانجا كده تكسر اللون، والفراولة بصراحة رُحت حاطة عليه شوكولاتة علشان يكسر اللون بتاعه. وده كده كان الشكل النهائي بتاع الmini cheese كنافة اللي معانا. بصراحة هو تحفة جدًا. لسه طبعًا دي أول واحدة بس عملتها، لسه هاعمل باقي الصينية، واحط بقى عين جمل على اللوتس، وهاحط الوردات البيضا على اللي هي بالكنافة، ورشة فستق كده. وطبعًا الفراولة حطيت عليها شوكولاتة عشان تكسر اللون، وحطيت عليها واحدة لوز. وطبعًا التزويق وأي حاجة كده finish ده من اختيارِك أنتِ. ده كده كان الشكل النهائي. يالّا بقى اعملوها وجرّبوها، ولو عجبتكم الوصفة متنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.